أغلبنا متعود على فكرة إنه شخص مشهور يتغير مع السنين، وهالإشي هاد طبيعي، وغالباً بيخطر على بالك إنه التغيير رح يكون إيجابي مثل كانيا ويست ومارك زوكربيرج وأريانا جراندي. ولكن التغيير الغريب كان من إيلون ماسك، وبظن إنك مو بحاجة لحتى أعرفك عن هذا الشخص. هو أغنى رجل بالعالم ومالك لأشهر الشركات العالمية مثل تسلا وسبيس إكس، وأسس شركات كتير مشهورة وممكن يكون أهمها أوبر وأوبن اي اي. وهو بيحب الميمز وبيشارك العالم برأيه وبيظهر بالبرامج وبالأفلام، وعنده أفكار خيالية مثل غزو المريخ. ولمدة طويلة هي كانت الشخصية المعروفة عنه توني ستارك الحقيقي. ولكن هالشغلات هي كلها بلشت تتغير، وصرنا نشوف إيلون عم يتحول من شخص مهتم بمستقبل البشرية لشخص مهتم بالسلطة والنفوذ والسياسة. وهالشغلات هي بلشت تبين لما إيلون ظهر مع دونالد ترامب وصرح إنه هو أكبر داعم لإله، وبلش يستغل منصة إكس ليروج للأفكار اللي بتعجبه فقط، وحتى صار يدخل بمشاكل مع أسماء كبيرة آخرها كان دونالد ترامب. مرحبا، أنا العساف، بعمل مقاطع أسبوعية على اليوتيوب، واليوم رح نحكي عن التغيير الكبير اللي حصل بشخصية إيلون ماسك، وكيف صار شخص متملق للسلطة وللسياسيين، وهل يا ترى قربت نهايته؟ لهيك بدون أي مقدمات طويلة خلينا نبلش. إيلون طفولته كانت سيئة بشكل كتير كبير، وأهله تزوجوا وقرروا يجيبوا أطفال بسبب الملل، مش لأنهم بدهم أطفال، وهالإشي هاد بحسب تصريحات ماسك. ووالدته كانت موديل، ووالده كان مهندس وعنده شركات مختصة بهذا المجال، وكتير تقارير بتحكي إنه والده كان غني وعنده شركات كبيرة، ولكن الواقع إنه كان مجرد شريك بهالشركات، وكانت حياتهم عادية مش غنية بالشكل اللي بيتم الترويج إله. ولكن ماسك صرح إنه والده هو أسوأ شخص على وجه الكرة الأرضية، وكان مش مهتم بعيلته، وكان يقضي وقته بالبارات ومع البنات، وكان يعاني من معاملة والده العنيفة لدرجة انه والده كان يحكي له انه هو شخص عديم القيمة، واللي بنستنتجه انه والده كان شخص حقير. ولكن بفلوس ابوه او بدون فلوس ابوه، إيلون كان شخص ذكي من طفولته، لانه بعمر ال5 سنين بلش يتدرب على تطوير البرامج الالكترونية، وبعمر ال10 سنين قدر انه يطور اول لعبة الكترونية، وباع هاللعبة بسعر $500، وهي كانت اول عملية بيع بحياته. وإيلون ماسك كان ذكي بشكل كتير كبير، حتى انه تقييمه الجامعي كان عالي لدرجة انه المسؤولين عن التقييم خلوه يعيده لانه فكروه عم يغش بالتقييم. ولكن كان عنده مشكلة، وهي انه ساكن بجنوب افريقيا، واذا انت من هنيك فانت عندك خدمة الزامية، وهالاشي هاد كان إيلون عم يتهرب منه، ولهالسبب قرر انه ينتقل لكندا، ومن بعدها انتقل لامريكا ودخل جامعة بنسلفانيا ودرس الاقتصاد. ولكنه ما كمل دراسته لانه كان شايف المستقبل بالبرامج الالكترونية، وبلش يشتغل على هالاشي هاد، وانتقل لكاليفورنيا وتحديدا لوادي السيليكون، وصار يحاول يلاقي شغل بالشركات التقنية، ولكنه للأسف كان عم يتم رفضه بكل مقابلة عمل. ولهالسبب هاد قرر انه يجمع فلوس ويبلش بشركته الخاصة، وكانت هاي الشركة اسمها زيب2 اللي أسسها هو وأخوه، وكانت شركة مختصة بتحويل أخبار الصحف الورقية لإلكترونية، وكان مش قادر على فتح مكتب خاص بالشركة. ولهالسبب هاد استأجروا غرفة، وكانت هي مقر الشركة ومقر إقامتهم بنفس الوقت. وليقدر يجذب المستثمرين ليحطوا فلوسهم بالشركة، قرر ماسك وأخوه إنه يعملوا خطة، وكانت عبارة عن تجميع أجهزة كمبيوتر ووضعها بالغرفة بشكل يظهر إنه الشركة عم تشتغل على نظام معقد ومتطور. ولكن بالواقع الشغل كان يدوي من إيلون ماسك وأخوه اللي كانوا عم يكتبوا كل التقارير من جهاز واحد، وكانت هي محاولة منه ليورجي المستثمرين إنهم شركة متطورة وعم يشتغلوا على إشي كتير كبير. وبعرف إنك عم تقول هالفكرة غبية، ولكنها نجحت، وماسك قدر إنه يجيب $3 مليون من المستثمرين، وتطور شغل الشركة ليبيع البرامج اللي اشتغلوا عليها لشركات الصحف الإخبارية. وهون ببين معنا أهم صفة بشخصية ماسك، وهي حبه للاتنشن وللسلطة، ولو كان على حساب النصب والكذب. وبلشوا يشتغلوا مع شركات كبيرة مثل ذا نيويورك تايمز، ولكن الموظفين اللي كانوا عم يشتغلوا معه كانوا عم يستقيلوا بعد أشهر من بدء العمل، لأنه إيلون ماسك كان بده الموظفين يشتغلوا لأكثر من 12 ساعة. وهالإشي هاد عم يجيب مشاكل كتير كبيرة للشركة نتيجة لتغيير الموظفين بشكل متكرر. ولهالسبب هاد تم بيع الشركة بسنة 1999 بسعر $300 مليون. وبالرغم من أنه هالرقم كبير بالنسبة لشركة بلشت من الصفر وكان ما إلها مقر، ولكن ماسك ما كان عاجبه هذا المبلغ، ولكنه اضطر على البيع بسبب الضغط الكبير اللي كان عم يصير من المستثمرين ورغبته بتأسيس شركة أكبر. وبعد ما تم بيع الشركة بهالمبلغ هاد، الميديا الأمريكية صارت تنتبه أكثر لإيلون ماسك، وصاروا يعملوا تقارير
المشاهير عنه ويوصفوه بأنه الشخص اللي بيمثل رجال الأعمال الأمريكيين. وماسك استغل هالبرامج هي ليحكي كيف بنى كل هالإشي هاد من الصفر، وأنه كانت بدايته من غرفة نومه. وبعدها إيلون ماسك أسس شركة إكس اللي معروفة اليوم باسم بايبال، والكل بيعتقد أنه ماسك هو اللي أسس هاي الشركة، ولكن الواقع أنه البرنامج تم تصميمه من شركة مختصة بالبرمجيات، وماسك اشتراها واستثمر فيها، وبعدها صار يكبر الشركة أكثر وأكثر ودخل معه أصدقائه. ولكن بعد ما استثمروا فيها ماسك صار يطرد أصدقائه من الشركة، وهالإشي هاد خلى البقية يبلشوا يبيعوا حصصهم بالشركة لأنهم شافوا ماسك كشخص مجنون ممكن يتخلى عنك كرمال الفلوس وكرمال الشهرة. وبعدها إيلون ماسك صار يشتري الشركات المنافسة ويدمجها مع الشركة، وصار يحاول يظهر نفسه الشخص الوحيد اللي طور هالشركة، بالرغم انه كان في كتير اسماء ساعدته بتطويرها. وإيلون ماسك قرر انه يعين نفسه كمدير تنفيذي ليروج انه هو الشخص الاهم بالشركة، ولكن هالإشي هاد خلى الموظفين والمستثمرين يكرهوه بشكل اكثر، والكل طالب بانه يتم اقالته من منصبه ويبقى كمستثمر فقط. ولكن هالشي هاد ازعج ماسك، وقرر انه يبيع الشركة لاي باي بسعر $1.5 مليار، وحصة ماسك كانت $175 مليون. وبعدها إيلون انتقل للمجال اللي كان يحلم فيه من صغره، واللي هو مجال الفضاء والسيارات الكهربائية. وبالفعل دخل هالمجالين هدول بشركة تسلا اللي تعتبر أكبر شركة سيارات كهربائية بالعالم. ولكن إيلون مش هو المؤسس للشركة، ولكنه كان الشخص اللي ساعد الشركة للتطور من خلال استثماراته المالية الضخمة. وبالبداية استثماره كان قليل وكان تأثيره بالشركة ضعيف جدا، وهالإشي هاد ما كان عاجبه نهائيا. ولكن بنفس الوقت كان عم يأسس شركة أهم وهي سبيس إكس، وبالفعل هي أهم شركة بعالم الفضاء حاليا. ولكن بدايتها كانت سيئة بشكل كتير كبير، وإيلون كان مصر على الاستمرار فيها. وبعد 4 سنوات من التأسيس أطلقوا أول صاروخ اللي انفجر أثناء عملية الإطلاق، وبعد أكثر من 4 محاولات كانت الصواريخ فيها تنفجر قدر ماسك إنه يطلق أول صاروخ بيطلع للفضاء وبيرجع على الأرض سليم. وإيلون أثبت إنه قادر على تطوير الشركات، وبرضه قرر إنه يستحوذ على تسلا بشكل كامل، وبالفعل قدر إنه يصير المدير التنفيذي للشركة. وبعد سنين تسلا صارت تصنع سيارات متطورة ورخيصة مقارنة بالسيارات العادية. والصحيح إنه إيلون ما كان هو المؤسس لهالشركة، ولكنه الشخص اللي قدر يرفعها لمستوى عالمي كبير، لدرجة إنه العالم صارت تشوفه روبوت من شدة ذكائه، وكان هو الملهم لشخصية توني ستار بفيلم ايرون مان. ولكن بسنة 2018 بلشت الدعاوى القضائية الرفع على شركة تسلا من سيارات انفجرت وسيارات تعطلت فجأة، ودعاوي من الموظفين بتتهم ماسك بالعنصرية وكتير اشياء تانية. ولكن هالشغلات هاي ما أثرت على الصورة العامة لإيلون ماسك، وكان وقتها عم ينشر ميمز وبوستات عادية ولا كأنه عم بيصير شيء. وهالشغلات هاي كلها ليورجي الصحافة إنه هالدعاوي غير مهمة بالنسبة لإله. واستمر بتأسيس الشركات والبراندات لدرجة إنه عمل عطر خاص فيه. وبسنة 2018 إيلون ماسك بيظهر بأول بودكاست بحياته، وكان مع جو روغن، والمقطع كان مدته 3 ساعات وحقق أكثر من 60 مليون مشاهدة. والإشي المميز بهذا البودكاست هو إنه إيلون ماسك دخن الحشيش لايف قدام الملايين من الناس، وشهرة ماسك ازدادت بشكل كتير كبير. ولكن شركاته تأثرت وبلشوا يخسروا بسبب هالتصرف هاد، والكل صار يشوفه شخص مش مثل باقي المليارديرية من تصرفاته ومنشوراته وحتى التنمر على شركاته وقت تخسر. واستمرت التصرفات الغريبة من ماسك لدرجة إنه نزل أغنية خاص فيه بس لأنه كان مالل وحابب يجرب شعور المغنيين. وانشهر ماسك كشخص ممكن بمنشور واحد ينهي شركات عمرها أكثر من 20 سنة بسبب كمية التأثير اللي قدر ماسك يعملها بالعالم. وبكل مرة بيكون إيلون ماسك جزء من بودكاست، هذا البودكاست بيحقق ملايين المشاهدات، ولكن العالم صارت تلاحظ إنه هالشخص عم بيعاني من أمراض نفسية وعنده تصرفات غير منطقية. وبسنة 2022 إيلون كان أكبر حساب متابعة على تويتر، وهالإشي هاد خلاه يقرر يصير شريك بهالشركة. وبعدها صار يلمح إنه ممكن يشتريها كاملة، والهدف حسب تصريحاته إنه يفتح مجال لحرية التعبير. وما حدا عارض هالإشي هاد بسبب الأفكار المهمة اللي كان عم يطرحها إيلون ماسك، مثل رفع أرباح الشركة ومنع حظر المشاهير. وبالفعل إيلون اشترى تويتر وحولها لشركة إكس، وطرد تقريبا 80% من الموظفين، وطرح ميزة التوثيق مقابل اشتراك شهري. وهالإشي هاد زاد من أرباح الشركة لأنه أي شخص صار قادر على أنه يوثق حسابه، ورجع كتير حسابات كانت محظورة مثل أندرو تيت وجوردن بيترسون ودونالد ترامب. وحسب تصريحات ماسك أنه هاي المنصة مصممة لحرية التعبير بغض النظر عن آرائك السياسية، ولكن هالقرارات هاي زادت من خطاب الكراهية على التطبيق وخلى كتير عالم يتركوا هالمنصة. وبنفس الوقت كتار
الصحفيين تم حظرهم بسبب انتقادهم لشركات ماسك ولتصرفاته، لدرجة انه تم حظر صحفي بس لانه صحح خطأ املائي بمنشور لإيلون ماسك. وهون بلشت العالم تشوف انه إيلون ما بيهمه حرية التعبير، بل بيهمه تكون الحرية مناسبة لأفكاره. وهالإشي هاد خلى ماسك يدخل عالم السياسة ويبلش يظهر آراءه السياسية بكل أريحية. وطبعا مثل ما كنا بنعرف آراءه كانت كلها بتدعم دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. وحسب دراسة بريطانية ماسك قدر انه يغير آراء أكثر من 20 مليون شخص بأمريكا بسياسة ترامب من خلال منشوراته وتكريس منصة إكس لدعم ترامب فقط. ولكن بالواقع كتير تقارير حكت انه ماسك كان عم يدعم ترامب طمعا بالتخفيضات الضريبية والمناصب الحكومية اللي ممكن ياخذها في حال فوز ترامب. وهالإشي هاد بيرجع كله لحب ماسك للانتباه وللقوة والسلطة ولو على حساب سمعته اللي ما عادت مهمة بنظره. وصار يقوي علاقاته مع قادة دول العالم ويستخدم المنصة لحظر المعارضين إلهم، مثل ما صار بالانتخابات التركية لما إيلون ماسك حظر كل حساب كان بيعارض الرئيس التركي أردوغان. وبعد فوز ترامب قدر ماسك انه ياخذ منصب مراقب عمليات الحكومية وبلش يطرد الموظفين ويقطع الدعم عن كتير اشياء مهمة، وهو كان شايفها شغلات مو مهمة لانه شخص ما عنده اي خبرة بالعمل الحكومي. والكل صار ينتقد ماسك وتصرفاته وقراراته الغبية، حتى انه عمل التحية الخاصة بالنازية بعد ما انهى خطابه بحفل فوز ترامب بالرئاسة. وبلشت تطلع مظاهرات عم تطالب بطرد ماسك من الحكومة، وشركاته صارت تخسر كتير من قيمتها. وبعد ما دخل بمشاكل مع ترامب الكره لماسك زاد من الديمقراطيين ومن الجمهوريين، وتحول إيلون ماسك من شخص ذكي عنده نظرة مستقبلية والكل بيشوفه شخص رح يبني المستقبل لشخص مكروه عنده تصرفات عنصرية وغبية، وشركاته عم تخسر ملايين الدولارات بسبب هاي التصرفات.